عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. واخيرا وضع اول طبقة اسفلت على شواطئ كورنيش سيدي بشر. احنا هنا من امام شواطئ سيدي بشر بنصور لحضراتكم وضع اول طبقة اسفلت. من كام يوم كنت صورت فيديو بس كان المفروض هينزل لحضراتكم قريب، ولكن دلوقتي اتفاجئت بوضع طبقات الاسفلت. كان الفيديو بيتكلم عن اسماء شواطئ سيدي بشر الجديدة. هنزله لحضراتكم بعد الفيديو ده على طول، ولكن لازم نوثق مع حضراتكم اول طبقة اسفلت بيتم وضعها على كورنيش سيدي بشر. يعني معنى كده ان اللي فاضل مش بسيط، ممكن شواطئ سيدي بشر يتم افتتاحها في صيف 2025. اول طبقة من طبقات الاسفلت بتكون اسمها المازوت. طبعا احنا عارفين ان طبقات الاسفلت اللي بيتم وضعها بتكون 3 طبقات. دي كده لسه الطبقة الاولى من الاسفلت. كمان بيتم تركيب الانترلوك. كمان بصوا دي العربية المحملة بالانترلوك هيتم تركيبه على الرصيف. يبقى كده اللي فاضل بس بوابات الشواطئ يتم الانتهاء منها، وهيتم افتتاح شواطئ سيدي بشر قريب جدا. خلاص كده مشروع توسعة كورنيش اسكندرية انتهى بنسبة كبيرة جدا في معظم الشواطئ، واحنا هنا بنصور المرحلة التانية من مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. وفي انتشار كبير جدا للأوناش داخل المنطقة، وكمان في معدات كتير جدا موجودة في المكان. كنت صورت فيديو هينزل لحضراتكم عن رصف الطريق هنا، وكان من المتوقع انه يتم وضع طبقات الاسفلت بعد رصف الطريق. خلاص كده بنسبة كبيرة انتهت مشروع توسعة كورنيش اسكندرية المرحلة التانية كمان، اللي بتبدأ من ميامي لغاية المحروسة. واحنا هنا بنصور من سيدي بشر وضع اول طبقات الاسفلت. طبعا الشاطئ اللي شغال ده شاطئ سيدي بشر المميز، واللي بقى اسمه حاليا عروس البحر. دايما مشغول، في زحام كبير من الناس داخل الشاطئ ده. الشاطئ ده سعره 15 جنيه شامل كل الخدمات. زي ما تابعنا المرحلة الأولى من مشروع توسعة كورنيش اسكندرية من المنظرة للعصافرة، وتابعناه مع حضراتكم من البداية للنهاية، وخلاص تم افتتاح الطريق وصورناه، وكمان تم وضع 5 إشارات داخل المرحلة الأولى. حاليا بنوثق مع حضراتكم وضع أول طبقات الأسفلت في كورنيش سيدي بشر، وهيتم طبعا افتتاح الطريق قريب جدا، واللي فاضل مش كتير بس فاضل بوابات الشاطئ. الحقيقة ان الاحداث بقت سريعة جدا في مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. يعني لسه من يومين بس كنت بصور هنا الشواطئ لحضراتكم، وما كانش فيه اي نية خالص لوضع الاسفلت، ولكن الاحداث بقت سريعة جدا. اللي موجود في البحر ده مشروع حماية الشواطئ، طبعا بيتم عمله في معظم شواطئ اسكندرية. شايفين ده كده الجسر ده كله، كل ده هيكون مشروع حماية الشواطئ من الغرق. خلاص كده ودعنا الزحمة في كل طريق كورنيش اسكندرية، وخاصة في سيدي بشر. وكمان لما يتم افتتاح كوبري محمد نجيب بديل إشارة سيدي بشر، فكده مش هيكون عندنا أي زحمة خالص، والصيف 2025 هيكون خالي تماما من الزحمة. هنا طبعا ده الانترلوك اللي هيتم تركيبه على رصيف كورنيش شواطئ سيدي بشر. زي ما عودناكم دايما بنصور كل الفيديوهات الحصرية وبننقلها لحضراتكم لحظة بلحظة. لو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. ألف مبروك لكل أهل اسكندرية على وضع أول طبقات الأسفلت في طريق كورنيش سيدي بشر. هنصور كمان مع حضراتكم وقت افتتاح الطريق زي ما صورنا قبل كده افتتاح الطريق في المرحلة الأولى من المنظرة للعصافرة. شايفين المعدة دي اللي بتنقل الانترلوك، بتنقله على باقي طريق كورنيش سيدي بشر على كل الرصيف، عشان طبعا يتم وضعه وتركيبه على الرصيف. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.